أهلا بيكم. سنة جديدة بتبدأ وأهداف عايزين نحققها. في الفيديو ده هقولك على شيء هيغير طريقة تفكيرك أثناء ما أنت بتعمل خطتك للسنة الجديدة. هنتكلم عن إزاي بدل ما نحقق أهداف أو نكتب أهداف في الليستة عايزين نحققها، هنتكلم إزاي نبني عادات جديدة تدوم معانا السنة الجاية والسنة اللي بعدها. أغلبنا مع بداية السنة بنكتب لستة طويلة عريضة مليانة أهداف كتير عايزين نحققها، لكن بصراحة كم مرة حققت الليستة دي كلها أو بعض منها؟ الموضوع كله هنا بدل ما نكتب أهداف في الليستة نكتب عادات عايزين نحققها تدوم معانا لوقت طويل. مثال بسيط: انت شخص عايز يخس 10 كيلو. علشان تخس 10 كيلو في بعض الحاجات لازم تعملها. ممكن تعمل دايت او انك تروح الجيم، فانت هدفك دلوقتي تخس ال 10 كيلو. عملت دايت او رحت الجيم خسيت ال 10 كيلو، الهدف خلص. لكن ان بطلت الدايت او بطلت الجيم هترجع تزيد ال 10 كيلو. فاحنا هدفنا هنا بدل ما نقول عايز اخس 10 كيلو تقول انا عايز اروح الجيم او عايز اكل صحي. انت هتكون مركز انك تروح الجيم او انك تاكل اكل صحي على طول، فهدفك الاساسي انك عايز تخس 10 كيلو هيتحقق اثناء ما انت مركز على انك تعمل العاده وتبني العاده. انك تروح الجيم، مثلا انت عايز تروح الجيم يومين في الاسبوع 3 ايام في الاسبوع، فانت لازم تبقى مركز انك تروح الجيم ال3 ايام في الاسبوع، فانت هتخس ال 10 كيلو. ازاي تحول الهدف لعاده؟ من خلال كام حاجه. اول حاجه تبدا صغير وواقعي، ما تضغطش على نفسك. مثلا لو انت عايز تروح الجيم حط مينيمم، انا لازم اروح الجيم يومين في الاسبوع على الاقل، وبعد كده تقدر تزود لو انت اتمكنت من العاده دي. او مثلا انت عايز تكتسب عاده القراءه وانت شخص ما كانش بيقرا خالص، فانت لازم تبدا صغير، حط على الاقل انا لازم اقرا صفحه في اليوم. بالطريقه دي انت هيبقى سهل عليك تبني عاده. حاول تربط العاده اللي انت عايز تكتسبها بعاده انت بتعملها يوميا. مثلا انت عايز تقرا فانت بتعمل قهوه كل يوم مثلا في الساعه كذا الصبح او بالليل، حاول تربط القراءه بالقهوه. انت عملت القهوه اروح اقرا، فده هيسهل عليك جدا انك تلتزم بالشيء. واهم حاجه وانت بتبني عاده جديده لازم تتابع التقدم بتاعك. حاول تتراك الموضوع، تشوف انت قرات كام يوم في الاسبوع، تشوف انت ليك كام يوم ما قراتش، تشوف كام يوم وقعت في النص. لازم تشوف انت فين من هدفك. في برامج كتيره تقدر تراك بيها الموضوع، في تطبيقات كتير جدا على جوجل بلاي او بلاي ستور تقدر تحملهم وتتراك بيهم العاده. او ممكن تعمل لستة بسيطه، جدول اسبوعي تعلم صح على كل يوم انت عملت فيه العاده ديت. تشوف في الاخر لما تشوف الحاجه مرسومه قدامك او مكتوبه قدامك هتقدر تربط الدنيا ببعضها. ان في يوم وقعت في النص تقدر تشوف الاسباب. يعني برضه حاول وانت بتتراك الموضوع، لو انت يوم وقعت فيه اكتب انا وقعت بسبب ايه. حاول تربط الدنيا ببعض علشان تعرف ايه اللي بيوقعك وتبعد عنه وايه اللي بيخليك مكمل. يعني لازم تتراك الموضوع. في حاجه مهمه جدا في بدايه السنه انا شخصيا بعملها، ان اجيب ورقه وقلم او اكتب في اي تطبيق او في اي نوت كل الاهداف والامنيات والطموح اللي انا عايز احققه في السنه ديت، حتى لو كان كبير او صغير، حاجه بعيده عني خالص، ايا كان انا بكتبه في الورقه ديت. حتى لو حاجه انا شايفها مش هقدر احققها في السنه دي لازم تكتبها، لان في اخر السنه انت هترجع تبص على الورقه دي تشوف ايه اللي اتحقق خلال السنه دي. في حاجات كتيره ممكن تلاقيها اتحققت وانت ما كانش على بالك وانت بتكتبها انها ممكن تتحقق. في اللحظه دي هتحس باحساس الانجاز والرضا وانك تكون فخور باللي انت عملته في حياتك وفي السنه دي. فده شيء انا بحب اعمله في كل سنه، لان زي ما قلت لكم في اخر السنه بفتح الورقه دي واشوف ايه اللي اتحقق واشوف الاهداف اللي انا قريب منها كمان وممكن تتحقق في خلال شهور بسيطه. وكمان لما بتشوف الحاجات اللي اتحققت زي ما قلت لكم بيديك رضا ويخليك فخور باللي انت انجزته في السنه دي. فخلي السنه الجايه مش مجرد اهداف تتحقق وتعدي، خليها سنه تغيير فعلي في اسلوب حياتك. ابدا صغير وركز على العادات اللي فيها تحقيق اهدافك الكبيره، وافتكر دايما ان النجاح هو الاستمرار مش الكمال. ده كل اللي كنت عايز اقوله في الفيديو ده، انك تركز على العادات اكتر من انك تركز على الاهداف. ده فكر للتخطيط للسنه الجديده، عادات عايز اكتسبها او عادات عايز امتنع عنها، فحبيت اشارك معاكم الطريقه دي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك للقناه وتعمل لايك للفيديو وتشارك الفيديو مع صحابك. سنه سعيده عليكم.